السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جربتي تعملي الفنكوش في البيت؟ سناكس لطيف وظريف كده وسريع وطعمه حلو، وبتحطي عليه اي توابل تعجبك. يلا تعالي شوفي انا غلطت في ايه، وايه الغلط اللي انا عملته وصلحته ازاي وانا بعمل الفنكوش. ده شكله وهو لسه ني، بنجيبه من عند العلاف او العطار. بتبقى بالشكل ده طبعا، عامل زي المكرونة، صغير، حجم صغير جدا بأشكال مختلفة، وفي منه الملون وفي السادة. جبت معايا الزيت، وأنا كنت معتقدة إنه سخن. طبعا بتحطي كمية صغيرة لأن المفروض إنه لما ينفش، على إن اسمه الفنكوش يعني هينفش ويبقى كبير قوي. فأنا لقيت إنه ما نفش، ما عملش حاجة. هو ايه اللي حصل؟ حطيت كمية تاني، برضو ما ادانيش الشكل اللي انا متخيلاه. فضلت مستنية كده شوية، حبة حلوين، وابتدى الى حد ما يقول ها شوية، بس ما نفش. زي ما بيقولوا بيعملوا الكاراتيه والفشار والحاجات دي بتنفش قوي. لا، ده ما نفش قوي كده. طب فين الغلط اللي انا عملته؟ فضلت وراه كده لحد ما جبت اخر حجم ليه ممكن يكبر. ابتدى هو الى حد ما، اهو مسكت واحدة ابتدت تقول. برضو صبرت عليه شوية لحد ما كبر إلى حجم، طبعا هو مش هو ده حجم الفنكوش. الغلطة بتاعتي اللي أنا عملتها إن أنا حطيت في الزيت ما كانش سخن قوي. لازم الزيت اللي تعملي فيه الفنكوش يبقى سخن جدا جدا جدا. شايفين هو ابتدى يتنفش بس بعد فترة، وبرده مش بالحجم الحلو اللي بيبقى في السناكس ديت. طبعا اول طاسة دي هنطلعها ونحن اسفين على ما فاتنا وعلى الكمية اللي هتضيع مننا. تمام، تقريبا هو ده الحجم النهائي ليه ومش هيكبر عن كده. انا حسيت انها خلاص هتبتدي تتحمر، فخلاص يعني مفيش منها امل انها تكبر اكتر من كده، فاضطريت ان انا اطلعها. طلعت الطاسة دي وجربت اعمل بقى طاسة تانية. تعالوا شوفوا معايا الطاسة التانية هيبقى شكلها ايه. بس قبل ما نشوفها يا ريت لو موجودة معايا لحد دلوقتي تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين خلاص هو ده الحجم النهائي وهنطلع على كده. طلعيها بقى، انت هتقعدي كتير. عندي امل بجد، كان عندي امل انها تكبر وتتنفش اكتر من كده. هتشوفوا بقى المفاجأة في الطاسة التانية او الكمية التانية اللي هنعملها. ما تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا كل شوية ما أجي أطلعها تراجع وأقول ربنا هيكرمنا وهنشوف. مفيش، خلاص خلاص خلاص. طلعت الطاسة ديت، بس حاولي تصفيها كويس جدا 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 من الزيت وتحطيها على ورق مناديل يكون كتير. انا بوريكم ده الشكل اللي طلع من الطاسة دي. وحطيت عليها رشة ملح كده خفيفة، وابني كان بيحب الكاري فرش عليها رشة كاري. طب هنسكت على كده؟ لا طبعا مش هنسكت، هنجرب تاني ومش هنيأس. انا بوريكم ان الحجم انا شايفاه صغير بس الى حد ما سناكس لطيف. وبوريكم الفرق بين الحجم الاساسي بتاعها وبين اللي هي الطاسة الاولانية ديت اللي انا طلعتها. طب ما نجرب نعمل مرة كمان. جربي يمكن ربنا يكرمك. طب هجرب المرة دي بقى. سخنت الزيت قوي جدا. بصوا بقى، اول ما هحطه هلاقي حاجات غريبة بتحصل. الله اكبر، كان صوت الاذان. شايفين بقى الشكل؟ شكل تاني،
حجم تاني، يعني حاجة تانية خالص بقى. اتفاجئت طبعا انها اتنفشت بالمنظر ده، وبقيت فرحانة جدا جدا جدا. هو ده الفنكوش اللي على حق، وهو ده شكله الصح. طبعا طلعته على ورق تاني علشان اوريكم الفرق بين الاتنين. بس بصراحة ولادي انبسطوا جدا 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 وفرحوا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب قناتنا تعجبكم. كنت حابة ان انا اوريكم حبة كمان وانا بعملهم من فرحتي ان الحجم طلع بالشكل ده والكمية القليلة. انا عايزة اقول لكم ان ال3 طاسات دول او الكمية كلها هي ربع كيلو من الفنكوش. شوفي انتي بتجيبي لولادك كيس السناكس قد ايه وبكام. وطبعا بيبقى فيه مواد حافظة وحاجات مش كويسة علشان يحافظوا على المنتج الخارجي. هنا انا عملته في البيت، فرحت ولادي، وحطي عليه التوابل اللي تعجبك. بوريكم ال3 اشكال. اللي على الشمال خالص ده اول شكل، وبعد كده اللي انا طلعته بعد كده. شايفين الكمية كبيرة قد ايه، والطعم حلو جدا. يا رب تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد. سلام عليكم.